السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور محمد منصور وفيديو جديد من قناة البيطار، القناة اللي بنتكلم فيها عن كل ما يخص تربية الطيور والدواجن بطريقة علمية وبسيطة وسهلة. النهاردة هنتكلم عن نوعين من أجمل السلالات المصرية، وهما الفيوم الذهبي والفضي. طيب، ناس كتير كانت سألتني على الفيديو اللي فات بعد ما نزلت الفرق ما بين الفيومي والإيزا واللهمن والساسو والبلدي. يا دكتور، ليه ما فرقتش ما بين الفيوم الذهبي والفيومي الفضي؟ فعشان كده انا جايلك في فيديو النهارده هوضح لك الفرق ما بينهم واحده واحده، وكمان هعمل لك دراسه جدوى ل100 كتكوت من اول عمر يوم لغايه ما تبيع الدوره في النهايه وتكسب منها ارباح كويسه جدا ان شاء الله. وبفضل الله تقدر ان انت تعمل مشروعك وتكسب منه بعد ما عرفت التربيه وعرفت كل شيء عن الفيومي. النهارده هعمل لك دراسه جدوى كامله، فتابع معايا الفيديو للنهايه وما تسرعش. وكمان لو انت ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك عشان تشوف باقي الفيديوهات بعد كده، وتعمل لايك علشان خاطر الفيديو ينتشر، وسيب لي سؤالك في الكومنتات لاني برد على جميع الاسئله، وكمان السؤال المتكرر او السؤال الجديد بعمله في فيديو زي ما حضرتك شايف في فيديو النهارده. خلينا نبدأ بكلامنا عن الفيومي وأصل سلالة الفيومي جت منين. الفيومي كان سلالة مصرية 100%، متسمية على اسم محافظة الفيوم، المحافظة اللي اكتشفوا فيها نوع السلالة ده لأول مرة. الفيومي كمان بيتربى في جميع أنحاء العالم وخارج مصر، ومعروف باسم الفيومي المصري أو الإيجيبشن فيومي. السلالة نفسها اتكونت ازاي؟ السلالة اتكونت نتيجة تهجين طبيعي ما بين الدجاج المحلي وبعض الدجاج اللي كان جاي من شرق آسيا من المناطق الحارة، واللي قدرت تعيش في مصر وتتأقلم على جو مصر الحر، وتكتسب بعض الصفات الوراثية القوية اللي بتساعدها على تحمل الظروف الصعبة وتحمل بعض الأمراض. ولكن فضل الفيوم الذهبي محافظ على أصل السلالة المصرية. إنما الفيوم الفضي كان حصل تهجين ما بين الليجهورن أو بيسموه الليجورن، ودي سلالة إنجليزية. حصل تهجين ما بين الفيوم الذهبي والليجهورن ده، وادونا سلالة الفيوم الفضي. طيب، هما كانوا عاملين التهجين ده ليه من الأساس؟ كانوا عاملين التهجين علشان نمبر 1، رقم واحد، يحصلوا على شكل مميز ملفت بخلاف الفيومي الذهبي. رقم اتنين، كانوا عاوزين يحسنوا من بعض الصفات الوراثية السيئة اللي لقوها في الفيومي الذهبي. رقم تلاتة، كانوا حابين ان هم يزودوا في عدد وجودة البيض اللي بينتجه الفيومي. رقم أربعة، كانوا حابين برضو ان هم يزودوا الصفات الوراثية المسؤولة عن النشاط والحيوية في سلالة الفيومي. علشان كده بتلاقي عندك الفيوم الفضي بيتميز بانه اكثر نشاطا وتحركا عن الفيوم الذهبي، وانتاج البيض اعلى بسنة بسيطة جدا من الفيومي الذهبي. وكمان الفيوم الفضي بيكون شكله مميز في التربية وملفت للانظار بعكس الفيوم الذهبي. طب يا دكتور، اربي الفيوم الفضي بقى وابعد خالص عن الذهبي؟ هقولك من وجهة نظري انا بربي الفيوم الذهبي وبربي عندنا في البيت الفيوم الفضي، الاتنين مع بعض، الاتنين مش مختلفين عن بعض في اي حاجة تماما، غير بس ان الفيوم الذهبي اهدى شوية في الصفات، ودي حاجة انا فعلا بحبها. ولكن الفيوم الفضي بتلاقيه بيتحرك كتير وبيعمل نشاط عالي، وممكن يحصل منه افتراس لو انا ما ظبطتش العليقة او زودت في كمية الاضاءة. فعشان كده انا بحب اربي الاتنين، وكمان بميل للفيوم الذهبي. فحضرتك بتختار الانسب ليك من حيث التربيه، يعني ممكن الموجود في منطقتك فيومي فضي، ربي فيومي فضي. موجود فيومي ذهبي، تقدر تجيب الفيومي الذهبي وتشتغل بيه. الاتنين موجودين، انا احب ان انت تشتغل بالاتنين بصراحه يعني. ولكن برضو نرجع نقول ان الفيوم الفضي شكله افضل وحيويته وتحركه ونشاطه اعلى شوية من الذهبي. ملخص سريع للفرق ما بينهم، زي ما حضرتك عارف ان الذهبي بيكون لونه ذهبي مايل للون البني، ولون الريش بتاعه بيكون لامع في حالة الانثى. اما الفضي بيكون لون الريش بتاعه فضي فاتح وفيه خطوط سوداء حوالين الرقبة والاجنحة. لكن الاتنين من ناحية الانتاجية الاتنين بيجيبوا بيض صغير الحجم وبيسموه حتى بيض بلدي. وكمان عدد البيض ما بين السلالتين هما الاتنين واحد، لانهم في الاصل سلالة واحدة، بيختلفوا فقط في الشكل. وان الفيوم الذهبي بيكون اهدى شوية في الصفات من الفيومي الفضي. لكن الاتنين بيجيبوا نفس حجم البيض ونفس عدد البيض، الاتنين بيجيبوا من 200 ل 220 بيضة سنويا. يعني في ال6 شهور لو قلنا ان الفرخة الواحدة بتبيض 5 بيضات متوسط في الاسبوع، ففي ال6 شهور بتوع الانتاج هيجيبوا لك 120 بيضة.
الفرخة الواحدة هتجيب 120 بيضة. فخلينا نحتاج الرقم ده في دراسة الجدوى بعد كده اللي انا سايبها لك في اخر الفيديو. الاتنين زي ما قلت لحضرتك بتختار الفرق ما بينهم على حسب دماغ حضرتك وعلى حسب ما انت ربيت قبل كده وعجبك، ولكن الاتنين فرق ما بينهم بسيط. الاتنين كويسين جدا في انتاج البيض، والاتنين مقاومين للحرارة ومقاومين للامراض. نروح لاخر جزء معانا في الفيديو وهو دراسة الجدوى. الفيوم زيه زي اي سلالة بياضة بيحتاج تقريبا في اول 6 شهور 8 كيلو جرام من العلف لغاية ما يبدأ انتاج البيض. بعد كده بيحتاج كمية علف قليلة لانه بيجيب حجم بيض قليل، مش عدد بيض، انا قصدي حجم البيضة بيكون قليل نسبيا. فبيحتاج 90 جرام من العلف علشان يديك بيضة واحدة كل يوم. فدلوقتي لما نيجي نحسب دراسة الجدوى لل100 فرخ فيومي، لازم نعرف ان المساحة اللي هيستخدمها او هيقعد فيها الكتاكيت بتكون 16 متر مربع. يعني لو عندك أوضة أو غرفة صغيرة 4 في 4 فهي مناسبة جدا لل100 فرخ بعد ما يكبروا ويبدأوا في إنتاج البيض. طيب لو عندك حجم غرفة مختلف بتربي مثلا في بدروم أو فوق السطح، مش هتختلف الأبعاد، يعني المهم يكون مضروبهم في بعض بيديك 16 أو 15 متر مربع. يعني 4 في 4 أو 3 في 5 أو أيا كان الطول في العرض، المهم يبقى 16 متر. بيحتاج طبق تحضين واحد في العمر الصغير، وبعد كده بتحتاج سقاية وعلافة. ولكن تقدر تستخدم أي شيء موجود عندك من الأدوات اللي موجودة في البيت علشان تزود في المساحة العلفية للفراخ. نروح لحساب التكاليف ونبدأ بتكلفة ال100 كتكوت. عندنا سعر الكتكوت الواحد النهاردة 12 جنيه، ممكن يزيد أو يقل على حسب الوقت اللي هينزل فيه الفيديو وعلى حسب البورصة. فهنضرب ال100 كتكوت في 12 جنيه بيدينا 1200 جنيه. هنحسب 5% نافق من الكتاكيت، هيتفضل معانا 95 كتكوت بس من 100. طيب العلف أول 6 شهور قلنا إن كل فرخ بيحتاج 8 كيلو علف مضروبين في 16 جنيه تمن سعر كيلو العلف، فهيدينا 128 جنيه للفرخ الواحد. هنضربهم في 100 هيدينا 12800. نروح لرقم 2 وهو تكلفة احتياج العلف أثناء الإنتاج. قلنا احنا هنحسب التكلفة دي على ال95 فرخ، لأن احنا طلعنا 5 فرخات نافق اللي هو ال5%. لو كل فرخة بتحتاج 90 جرام في اليوم، هتحتاج الفرخة الواحدة في ال6 شهور 16 كيلو و200 جرام من العلف. ال95 فرخ بيحتاجوا 1539 كيلو من العلف. هتضرب 1539 في 16، سعر الكيلو الواحد هيديك 24624 جنيه. طيب دي كانت تكلفة العلف أثناء الإنتاج. نروح للأدوية والتحصينات والكهرباء والإضاءة أثناء طول فترة الدورة. كل كتكوت بياخد معاك علاج ماكسيمم 9 جنيه، هنضرب في 100 كتكوت هيديك 900 جنيه. الكهرباء والإضاءة جنيه ونص لكل كتكوت مضروبين في 100 بيديك 150 جنيه. كده لما نيجي نحسب إجمالي التكاليف هيبقى عندنا 1200 جنيه للكتاكيت، 12800 تكلفة العلف في التربية، 24600 تكلفة العلف أثناء الإنتاج، 900 جنيه أدوية، 150 كهرباء، هيديك في الآخر 39674 جنيه. ده كان إجمالي التكاليف. نروح لحساب العوائد أو المكسب من الدورة. هنحسب في الأول العوائد وبعد كده نطلع صافي الربح. العوائد في الدورة دي بتجيلنا من سعر بيع البيض ومن بيع الفراخ بعد انتهاء الدورة. طيب عندنا إجمالي البيض لل95 فرخ اللي عندنا خلال ال6 شهور قد إيه؟ لو قلنا إن الفرخة الواحدة زي ما قلت لحضرتك بتبيض 5 بيضات في الأسبوع كمتوسط، يعني بيبيضوا في ال6 شهور 120 بيضة. طيب لو ضربنا 120 بيضة في ال95 فرخ هيدينا 11400 بيضة. ال11400 بيضة دول مضروبين في سعر البيضة على أعلى سعر اللي هو ال5 جنيه. بيزيد أو بيقل طبعا، هو قليل الفترة دي وده بسبب البورصة وبسبب الموسم الحالي، ولكن حضرتك لما تيجي تربي الفراخ هتضرب انت في سعر البيض اللي موجود حاليا في البورصة في وقت ما انت بتعمل دراسة الجدوى والتربية. فهنضرب احنا زي ما كنا عاملين دراسة الجدوى على 5 جنيه. 11400 بيضة مضروبين في سعر البيض البلدي حاليا اللي هو 5 جنيه هيديك 57000 جنيه. بعد كده لما بتيجي تبيع الفراخ، سعر بيع الفراخ بالكيلو عندك الفرخة بتوصل بعد نهاية الانتاج كيلو 500 كيلو 600. فهتضرب الكيلو ونص دول لكل فرخة مضروبين في 120 جنيه سعر الكيلو الواحد، هيديلك للفرخة الواحدة بتتباع ب180 جنيه.
180 مضروبين في 95 فرخ هيدوك 17100. يبقى عندك إجمالي العوائد 57000 بتوع البيض مع 17100 بتوع الفراخ هيعملوا 74,000 جنيه خلال السنة. طيب تيجي تعمل صافي الربح، هتطرح العوائد ناقص التكاليف، 74,100 ناقص 39,600 بتوع التكلفة هيدولك 34,400. وده هو صافي الربح خلال الدورة طول السنة، 6 شهور تربية 6 شهور إنتاج. ولكن لو معاك مبلغ أعلى تقدر تربي 1000 فرخ، لأن اللي بيربي 100 بيربي 1000 بيربي 10,000. كل ما زودت في العدد كل ما كان الربح أعلى. ما تنساش بعد إذنك لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما اشتركتش، وتشارك الفيديو مع أصدقائك على جروب الفيسبوك والواتساب. وبس كده، سلام.